ما في مرة بتحب انه يكون في جوزها انه يتجوز عليها يعني. ايه اكيد ضغوط المجتمع هي السبب الرئيسي بيكون. انت عم بتقولي ما في امراه بتقبل انه تتشارك زوجها مع امراه ثانيه. هلا بالنسبة لي انا مستحيل، انا بموت وما بخليه يتجوز علي. واذا ما جبتي له الصبي؟ حتى لو ما فيني اتحمل. عندي سؤال، ليش إذا هذه المرأة المتمردة على بعض العادات والتقاليد بتقبل تكون وعاء، عذرا على التعبير، كرمال تنجب الصبي؟ صح؟ لا أنا لما لمست إنه في محبة في ألفة بيناتنا ما برضى. بس سبب الزواج الرئيسي شو؟ إنه الله يطعمني صبي ويفرحني ويفرح أبوه، وحتى هي كمان إنه بيكون سند لبناتها. بس ليش ما بيكون بناتها بيكونوا السند لخيهم الصغير أو لأختهم الصغيرة؟ لأنه بضل الشاب غير البنت. بس أنا مش مقتنع. لازم تقتنع لأنه مجتمعنا هيك. وإذا ما اقتنعت؟ هلا دائما بتكون المرأة قد ما كانت قوية، قد ما كانت واصلة لمراحل من العلم، تكون طيارة شو ما كانت متعلمة، بس بالنهاية ساعة اللي بيكون عندها أخ بتكون أقوى. بتصير أقوى بوجود خي أو أقوى بوجود علم؟ خي، بالنهاية خي. وكيف بدها تصير كيف بدها تصير طيارجية لكن المرأة إذا عم بتقولي لي هلا؟ أنا عم أقول لك قد ما وصلت لمرحلة من العلم بتضل ضعيفة لدرجة يعني ما بتصير بمساواة الرجل، يعني ما بتصير بمساواته، إنه هو بضل أقوى. وإذا تقدمت على الرجل؟ بضل في عندها نقطة ضعف. ضلع قاصر. مين هي؟ المرأة. أنا طعمني صبي بس إذا بيكون غير. شو غير؟ يعني بتغير حياتنا أكثر. تغير حياتك مع زوجك لأنه بتكوني رضيتي الزوج؟ ليش؟ هو بيكون إنه خلص صار عنده صبي، بس بصير يقولوا له يا أبو فلان مثلا، هيك مجتمعنا إنه شو بيقولوا مثلا أبو فلانة، لا إنه أبو فلان غير. شو اسمها بنتك الكبيرة؟ مرام. هلا مثلا نحن اتفقنا من وقت اللي حملت انه بدنا نسمي ابننا عمر. خلص صار يصيحوا له ابو عمر، هو رضيان ومكيف. انت عم تحسري دورك بهالحياه بانجاب الصبي. ان شاء الله الله بتعملي الصبي. الله يسمع منك. كيف بيقسم وقته بين ام البنات وام اللي موعود تجيب له الصبي؟ يعني 95% عندي و5 هنيك. بيروح لهنيك ندفع. 95% عندك ليه؟ مريحت له نفسيته ومريحته من كل الجهات يعني هي. بس كيف ممكن تتغير هذه العلاقة إذا ولدت وجابت البنت ما جابت الصبي؟ إذا بدي يتجوز يتجوز، بس ما عندنا غرفة. الحمد لله. الحمد لله. مو كمان عندنا صار لك بالبيت. قديش حامل؟ بلشت بالخمسة. بالخمسة أشهر وموعود ان شاء الله يجي صبي. انا قلبي حاسس لي صبي ان شاء الله. بعد لهلا ما عرفتي؟ عادة بالشهر الخامس بصير واضح جنس المولود. بس ما انا ما عاد رحت لعند الحكيم. أيمتى رحتي آخر مرة؟ رحت كان صار لي شي شهرين الا. ما بين معاها، بس كانت صحته منيحه وانه كل وضعي تمام. أو صحتها منيحة. بس انا بقول صحته، وانا ان شاء الله راح اكون ام ابنه. بنعيط له أبو مرام؟ ابو عمر. أبو مرام؟ ابو عمر. أبو مرام؟ ابو عمر تفضل.